بصوا يا جماعه، احنا هنتكلم في الموضوع مع بعض كده. الاول صلي على النبي كده في الكومنتات الاول، وانزلي كده حطي لايك يا جميله كده انت وهي، حطي لي لايك حلو كده زيك، واشتركي في القناه. تمام. كنت عايزه اقول لكم على موضوع كده بالنسبه للحسد ومش الحسد والكلام ده كله. إيه في ناس او في حد بعينه يعني يفكر ان الناس كلها بتبص له. هو حاطط في دماغه كده، او هي حاطه في دماغها كده ان كل الناس بتبص لها. والله انت اللي شاغله نفسك بالناس، مش هم اللي شاغلين نفسهم بيكي خالص. وبعدين الحسد مذكور في القران وكل حاجه، بس انت بتعملي ايه زياده، او انت عندك ايه زياده عشان الناس تبص لك؟ دي حاجه. الحاجه التانيه، انت لو جيتي كده سبتيها على ربنا، ربنا هو اللي بيمشي كل حاجه. ارمي حمولك على ربنا واتكلي على الله. لكن كل شويه اصل الناس بصيني، اصل الناس حاسديني، اصل الناس مستكترين عليا، اصل لا. انت عندك وغيرك عندها، الناس كلها ما عندها. انا عندي وانت عندك، ممكن انا عندي حاجه مش عندك، ممكن انت عندك حاجات مش عندي. تمام كده، بصرف النظر عن اي حاجه، ربنا هو اللي بيمشي، مش احنا اللي بنمشي الدنيا. انت فاهمه؟ الحسد مذكور في القران كل حاجه، بس انت لو فضلتي معلقه مشاكلك كلها على الحسد، ولا هتروحي ولا هتيجي. اعملي اللي عليك، اعملي اللي عليك وخلي بقى على ربنا، ولا ايه؟ لان انا بتكلم لفئه معينه، او بتكلم لناس معينه، هم عارفين طبعا نفسهم، هم عارفين ايه، ان كل حاجه ده فلانه بتبص لي، ده فلانه مستكتره عليا، ده فلانه عينها في حياتي. لا، انتوا لو جيتوا بصيتي هتلاقي والله انت اللي مركزه معاهم، مش هم اللي مركزين معاكي خالص خالص. يعني يا جماعه مش كده خالص. احنا نتعامل مع بعض كويس. مش عايزه تتعاملي معايا خلاص ما تتعامليش معايا، لكن ما تتعامليش معايا من ناحيه ولاقيكي بتتكلمي عليا من ناحيه. ده عموما يعني، اتكلم في العموم، بتكلم في العموم، دي مش حاجه شخصيه ليا، انا بتكلم في العموم. تمام. انت مش عايزه تتعاملي معايا، ما تتعامليش. بس بقى الكلام بقى اللي ايه، ده بتبصلي، ده عينها في حياتي، ده مستكتره عليا، ده مستكتره عليا، ده مش عارف ايه الكلام ده. لا لا لا، كل واحد عنده اللي ربنا كتبه له، واللي ربنا امره بيه. بعدين طول ما انت مع ربنا، طول ما انت قريبه من ربنا وبتصلي وعارفه ربنا كويس، هتسيبيها على الله، لان ربنا هو اللي بيمشي امورنا، مش اكتر ولا اقل. تمام كده. لو انا حد عنده اعتراض في كلامي ده يكلمني ويرد عليا. لو كلام ذو اهميه يا جماعه خلاص ما نتكلمش فيه خالص. بس ده وجهه نظر انا، ده وجهه نظر، ان احنا ما نعلقش كل حاجه على الحسد. اي حاجه بتحصل لنا احنا اتحسدنا، اي حاجه ابني اتعور اصل ده من الحسد، بنتي مش عارف ايه اصل ده من الحسد، انا حصل لي كذا، لا ده من الحسد. لا لا لا، ده كله مكتوب، ده كله مكتوب. ربنا كاتب لك ان انت هتشوفي ده، وربنا كاتب لك ان انت هتمري بده. تمام. بس خليك قريبه من ربنا. طول ما انت قريبه من ربنا خلاص، ارمي حمولك على ربنا وتقربي من ربنا وصلي. ممكن الصلاه ترفع عنك حاجات كتير قوي هتكون مكتوبه لك، بس كتر الدعاء بيرفع البلاء. كتر الدعاء بيرفع البلاء، ده ربنا اللي قال كده، مش انا اللي بقول الكلام ده. تمام. انا هقفل معاكم بقى لحد هنا كده. ده الكلمتين اللي انا كنت عايزه اتكلم معاكم فيهم. لو انتوا شايفين يا جماعه انا كلامي صح، لو شايفين كلامي صح ردوا عليا. مش شايفين، او حد مختلف معايا برضو يرد عليا. تمام. نصلي على النبي كده في الكومنتات يا جماعه، ما تنسوش الاشتراك.